ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. هعمل معاكم النهارده الفول اول تجهيزات صيام العذراء. كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي زي حالتي هتصوم ال21 يوم. هنعمل اكلات ان شاء الله تعجبكم خلال الصيام، ويا رب تستفادوا منها. اول حاجه كده هنبتديها بالفول. انا كده جايبه كيلو من الفول البلدي، نقعاه بقالي ساعتين. الناس اللي بتقولك بتنقعيه من بالليل، لا خالص. الفول التدميس بالذات بيتنقع ساعتين بس. زي ما انتم شايفين، عشان القشره ما تفكش منك، تيجي تسويه يطلع معاكي فول نابت تمام. بتختاري الفوله الفاتحه عشان تفتح لك الميه بتاعتها، ما تبقاش غامقه معاكي. فزي ما بقولك انا كده حطاه بقالي ساعتين في الميه دي، وغيرتها مره واتنين تمام. الخلطه بقى اللي بحطها عليه بتطلع معاه حلوه قوي. معلقتين كده كبار من العدس، ومعلقتين كبار من الغله. معايا كده طماطميتين مبشورين، ومعايا ليمون تمام. هغير بقى الميه ديت. انا اسويه في الحله عادي، مفيش مشكله خالص. لو انت حابه تسويه في القدره برضه مفيش مشكله. هصفيه كده خالص من الميه اللي فيه، واحطه في الحله. بتمنى منك بقى ان انت تعملي لايك للفيديو، وتعملي شير. ولو اول مره بتشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على اشعار الكل علشان يوصلك كل جديد مني. بس ما تبخلوش عليا في اللايك تمام. كده انا صفيته من الميه اللي فيه. هحط بقى على الوش كده ال- العدس والغله. ولو عندك آه، لو حابه تضيفي عليه اي حاجه، مثلا طماطم، حابه تضيفي عليه جزر، فلفل، مفيش مشكله خالص. بس انا يعني ايه، عايزه اطعم بطعم الفول. فحطيت اللي هو ايه الغله والعدس. ولو حابه تستغني عن الغله وتحطي فول مدشوش، مفيش مشكله برضو. انا كده وزعتهم على الوش، عشان لو كنت حطيتهم في الاول كانوا هيلزقوا في قعر الحله ومش مش هيديني التقل بتاع القوام بتاع الفول اللي انا عايزاه. حطيت كده ميه مغليه من الكاتل عليه، وحطيته في اكبر حله عشان ياخد معايا كميه ميه كبيره، عشان مش كل شويه ان انا افتح عليه واحط له ميه. زودت له ميه بالزياده عشان ما افتحش عليه خالص. هحطه بقى كده على النار تمام. اول ساعه احطه على نار عاليه، ومش هفتح عليه خالص. بعد ساعه فتحت عليه، لقيت الميه نقصت شويه، زودت برضو ميه. اهم حاجه الميه تكون بتغلي تمام. وهسيبه تاني لمده ساعتين على النار. وهوريكم برضو شكله بعد الساعتين هيبقى عامل ازاي. هو بالظبط خد معايا 3 ساعات تسوية اهو، زي ما انتم شايفين كده. بص، ولا اسود مني ولا باظ ولا اي حاجه، وطعمه وريحته حلوين قوي. وقد ايه هو مستوي. عايزه افتح برضو واوريكم ايه من جوه، وهوريكم اعمل طبق فول معاكم وهوريكم ايه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت.
انا خدت كده شويه منه في طبق عشان اوريكم التسويه بتاعته قد ايه هي مستويه. تعالوا بقى نظبط طبق الفول كده مع بعض. ان شاء الله اعمل منه وصفات كتير خلال الصيام هتعجبكم. بص التسويه بتاعته حلوه قد ايه، بس هي طبعا سخنه فمش قادره ان انا اتحكم فيها قوي. اهي. بالشوكه كده وابتدي ان انا ههرس فيه واظبط بقى ايه طبق فول العشاء. كده تمام، هرسته كويس. هحط له بقى شويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره ومعلقه زيت كده على الوش. وشويه شطه كده حلوين. وشويه طحينه على الوش. تمام، طبق فول يعني ايه معتبر. مش هننسى طبعا ايه بالشكل ده. طبعا رغيف بلدي بقى وايه يديها. فكرته بسيطة وسهلة خالص. يا رب الفكرة بقى تكون عجبتكم واكون قدرت افيدكم، واستنوني ان شاء الله في الصيام هنعمل مع بعض فيديوهات كتير عن الاكل الصيامي. ان شاء الله بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.